الإخوة الكرام، الأخوات الفاضلات، السلام عليكم. أنتم الآن على قناة الزعيم. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. الامتحان. الله تعالى أوجد الجنة وجهنم ثم خلق العباد، والعباد منهم أصحاب النعيم وفيهم أهل الجحيم. ولكن هل الله تعالى سيأخذ مجموعة ويرميها في العذاب، ويأخذ المجموعة الأخرى ويفتح لها أبواب الجنة؟ هل سيفعل هو كل شيء والعباد لا دخل لهم في مصيرهم؟ أين العدل هنا إذن؟ أن تأخذ أنت فريق وتنعمه وفريق آخر تعذبه، فهذا ظلم ما بعده ظلم، وليس عدل وقسط. والله تعالى يقول في سورة فصلت: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إذن ما دام هناك نعيم وعذاب، فهذا يعني أن الإنسان يجب أن يمتحن ليبقى هو المسؤول. نعم، سأبعث له رسالات ورسل كرام لأبين له وأوضح له بأن إرسالي رسل كرام ليبلغوا له رسالتي خير دليل بأنه في امتحان وهو المسؤول. لو كنت أنا هو من سيفعل بهم كل شيء لما أرسلت لهم رسالات أصلا. هذه هي الحقيقة أيها الإخوة الكرام. الله تعالى لا يتدخل في أمورهم، لأنه إذا تدخل في الأمر لن يبقى اختبارا لهم، لأنه هو من فعل لهم وفعل بهم كل شيء. إذن الإنسان خلق ليمتحن، فهل يمكن أن يمتحنه بالجوع والعطش في رمضان؟ هل يمكن أن يختبره بحركات الصلاة؟ متى رأيتم امتحانا ما سهلا وهينا ويسيرا؟ أي إنسان يستطيع أن يمسك عن الطعام 10 ساعات أو أكثر، فأين المشكل؟ هل هذا امتحان فعلا في نظركم؟ حركات الصلاة أيضا أي إنسان يمكنه أن يؤديها بسهولة وفي 10 دقائق، فهل هذا اختبار كما تعتقدون؟ أعني أهل الموروث طبعا. الامتحان يجب أن يكون صعبا ليبدل الإنسان جهده. انظروا إلى مدارس وجامعات جميع دول العالم، يعلمونهم فعلا وينيرون لهم الطريق أولا، ولكن لحظة الامتحان يطرحون أمامهم أسئلة صعبة، أسئلة من هنا وهناك ومن مكان آخر ليختبروا ذكاءهم جيدا، وليس يكتبون لهم أسئلة سهلة في استطاعة أي طالب أن يرد عليها. لو فعلوا ذلك لنجح جميع طلبة وتلاميذ العالم، أليس كذلك أيها الأخوة الكرام؟ إذن الدين يختبرك في أعمالك مع العباد، المعاملات مع الناس، والناس فيهم الصالح والطالح. صعوبة الامتحان الإلهي هي الطالح الذي سيؤذيك أو يمكر لك أو يسيء إليك ولو بالكلام. هنا يأتي دور الصبر الذي أوصاك به الله تعالى في صور كثيرة. الدين يمتحن أخلاقك وليس حركاتك وصيامك. إذا فكرت قليلا ستجد أن نفسك مزيج من الشر والخير، مزيج من الحق والباطل، مزيج من النعيم والعذاب. الامتحان الإلهي الحقيقي في نفسك، ولا يحتاج إلى من يعلمه لك. نعم، ليس هو الأركان التي تعلمتها من آبائك وشيوخك، وآباؤك تعلموها من آبائهم وشيوخهم. انظر أخي الكريم قول سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجورها الجانب السلبي، وتقواها الجانب الإيجابي، مزيج من الحق والباطل والشر والخير كما قلت لكم. هنا يكمن الامتحان الإلهي وليؤكد لك مرة أخرى بأنك أنت المسؤول، وأنه لا يتدخل في أمورك وقراراتك. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن من سار عكس ما توسوس له به نفسه هو المفلح، وليس من اتبع حلم عبد الله بن زيد، أعني الأذان، أذان الصلاة، واتبع الأركان بصفة عامة هو المفلح. القول واضح وصريح: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها
وأنت أخي المصلي الصائم الفاضل، هل تزكي نفسك بحركات الصلاة وجوع رمضان؟ هل للفظ الفجور علاقة بصلاتك وصيامك؟ لا، فلماذا أراك لا تزال متشبتا بصلاة أهل الموروث؟ لفظ الفجور يقابله لفظ الفلاح في الآية، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. والفجور لا علاقة له بالصلاة الحركية بل بأعمال الإنسان. ألا يعني هذا بأن أهل الموروث أخذوا لفظ الفلاح من الآية ووضعوه لك في الآذان؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. هل الآية أمامك ذكرت لفظ الفلاح مقابل الفجور أم ذكرته مقابل الصلاة؟ وهل ذكر لفظ الصلاة أصلا؟ لا، بل لفظ النفس، لأن جميع آيات السياق تعني النفس البشرية. إذن امتحانك هو أعمالك التي فطرت عليها، صالحة أو فاسدة، فأنت المسؤول الوحيد عليها. زكي نفسك إذا أردت النعيم، أو كن فاجرا إذا أردت الجحيم. ولذلك نرى الدين ربط لك الجنة بالأعمال الصالحة وجهنم بالأعمال الفاسدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل. دين واضح ويسير. سبل الأجر هي الأمن والعمل الصالح ولا ثالث لهما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. منطقيا فالأمن هو الذي يجعل الأعمال الصالحة تتحقق. تظلم العباد وتعمل أعمال صالحة مع الآخرين، فهل هذا صواب؟ طبعا لا، ولذلك فالأمن هو الأول قبل الأعمال الصالحة. إذن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا الأجر وليس في أركان أهل الموروث. بعض الإخوة الذين يخرجون يسبون ويشتمون لا يرون الأجر إلا في الأركان، خاصة الصلاة. لم يعلموا بعد بأن الله تعالى يمتحنهم بآياته أيضا، بافعل لا تفعل. نعم، الله تعالى أمرهم في سورة البقرة وقال: وقولوا للناس حسنا، فردوا عليه: لا بل سنسب الناس. وحذرهم مرة أخرى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المشكلة في نفسك كما ترى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأمرك وبين لك وقال لك الأمر جد خطير فاحذر. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه ولا تقل أي كلام سلبي لعبادي. لا تفعل ولا تظن بأن لا أحد يراقب كلامك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم عارضوا الأمر وردوا عليه مرة أخرى: لا رقيب ولا عتيد يهموننا، سنسب ونشتم ونصف الناس بالكفر والضلال ولن نطبق أمرك بالرغم من أننا نقرأه. هذه هي الحقيقة، لكنهم لا يدرون ولا يشعرون. امتحنهم في ألسنتهم وآياته بأن لا يفعلوا لكنهم فعلوا، وكأنه قال لهم افعلوا. هذا هو عجب العجاب. هم لا يرون إلا روى فلان عن علان فقط، وأوامر القرآن الواضحة في مهب الريح. هجروا القرآن كما ترون، فكيف يمكن أن يستجيبوا لأوامره أصلا؟ مستحيل أيها الأخوة الأفاضل. إذن الدين وكما رأيتم يختبر الإنسان في أعماله، والأعمال كلها متعلقة بالنفس. نفس الإنسان هي السائق الذي يسوقه إلى الفجور أو إلى التقوى. الدين يمتحن الطبيب في عمله، هل يؤديه كما يجب أم لا؟ هل يعتني فعلا بالمرضى أم أن عقله في جيوبهم فقط؟ هل يأتي كل يوم ليتفقدهم أو قليلا ما يأتي؟ وأمور أخرى كثيرة كما تعلمون. هكذا يختبر الطبيب وفي معاملاته مع الآخرين أيضا في الشارع، وكذلك الشرطي والدركي إلى آخره. مهنتك كيفما كانت هي اختبار إلهي لك أخي الكريم، إما أن تكون صادقا فيها وتساعد الناس، أو تكون فاجرا تغش الناس، والغش مرفوض كما يعلم الجميع.
هذه هي الأعمال المقصودة في جميع الآيات أيها الأخوة الكرام. والذي يمتحنكم لا يمكن أن يتدخل في ردودكم، أليس كذلك؟ الأعمال هي أهم شيء، هي الدين وهي المصير. ولذلك نراه في سورة الكهف ربطها بلفظ الابتلاء: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل شيء يدور حول الأعمال فقط، لا صلاة حركية ولا صيام ولا حج ولا أي ركن آخر من الأركان الموروثة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الزينة هي التي تثير النفس، والنفس هي التي تقرر نوع العمل، تعمله أو لا تعمله، هي التي تتخذ القرار، هي التي مزجت بالتقوى والفجور. ولذلك قال بعد لفظ زينة: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هل يعني لنبلوهم أيهم أحسن صلاة، أحسن صيام، أحسن حجة، أحسن شهادة؟ إذن الأعمال القرآنية المقصودة لا علاقة لها بالأركان. الأركان ليست أعمال أصلا، وهذا بالضبط هو ما تقوله الآيات. من أجل هذه الأعمال التي قرأناها في الآيات خلق الإنسان، وليس خلق من أجل الأركان. الصلاة مثلا، كلهم يجتمعون في المسجد ثم يقفون ويصطفون وإمامهم أمامهم، لا أحد يتكلم، كلهم في سكون عميق إلا إمامهم. إذن كلهم قاموا بعمل واحد، هذا إن كانت صلاتهم عمل أصلا، ولكن نراهم كلهم يعملون عملا واحدا في المسجد، لا فرق بين هذا وذاك. فأين لنبلوهم أيهم أحسن عملا؟ في نظركم هل تتوافق هذه الآية مع صلاتهم؟ لا. مع حجهم؟ لا. مع صيامهم؟ لا. شهادتهم؟ لا. لا علاقة. لفظ أحسن ليس حشوا في الآية، بل يجعلك تعرف وتفهم وتعلم بأن الأعمال القرآنية المعنية لا علاقة لها بأركان الموروث. أنت غني مثلا وصديقك أيضا غني، كنتما تسيران في الطريق فالتقيتما بشخصين في أشد الحاجة إلى مساعدة مالية. مثلا أنت أعطيتهما 1000 درهم وصديقك أعطاهما 1500 درهم، إذن عمل صديقك أحسن من عملك أنت. هذه هي الأعمال المنطقية المطلوبة قرآنيا: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الآيات الكونية أيضا تفرضها عليك، الآيات الكونية أيضا تفرضها عليك. كما ترى أنت تخرج من الشغل وتذهب تساعد إنسانا ما، ثم تذهب إلى بيتك، وصديقك يخرج من الشغل ويذهب مباشرة إلى بيته، رغم أنه يعلم أن هناك من هم في حاجة إلى مساعدة ويستطيع فعل ذلك لأنه غني، لكنه لم يفعل، لم يفكر فيهم. هنا عملك أنت أحسن من عمله هو. أمثلة كثيرة كما لا يخفاكم أيها الأخوة الكرام. ولذلك ترون أكثر آيات القرآن تدوم الذين آمنوا فقط، أي الأغنياء فقط، الذين يستطيعون فعل الخيرات ولا يفعلون. وإليكم بعض الأمثلة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سورة البقرة. إن كنتم إياه تعبدون، هنا عبادته كما ترون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وليس يا أيها الذين آمنوا اشهدوا وصلوا وصوموا وحجوا وزكوا إن كنتم إياه تعبدون. كل من يسأل عن عبادة الله تعالى فها هو الجواب أمامك أخي المحترم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا أركان ولا هم يحزنون. إذن آيات القرآن تخاطب الذين آمنوا أكثر من غيرهم. ولا تظن بأن العبادة لا تعنيك أنت أيضا، لا، بل تعنيك في معاملاتك وكلامك وأخلاقك مع عباد الله تعالى. ولكن القرآن خاطب الذين آمنوا أكثر منك، وكثيرا ما ذمهم كما ترى في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أنفقوا أي الأغنياء، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. والمشكل هو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
والكافرون هم الظالمون، رغم أنه وصفهم بالإيمان وأكد لهم ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا. أتى بلفظ الكفر، والكفر لفظ خطير لأنه مبالغة في الظلم، ولا يعني ما ذهب إليه أهل الموروث. لو كان يعني ما يقولونه لما أتى به في آية تعني الذين آمنوا أصلا، أليس كذلك؟ إذن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، إنذار، لاحظوا، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا القول يلغي شفاعة البخاري المقدس أيضا، ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قول آخر من نفس السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظروا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يخاطب الأغنياء فقط. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قول خطير كما قلت لكم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وآيات أخرى كثيرة لا تعني إلا الذين آمنوا. آيات الصلاة والحج والصيام كلها لا علاقة لها بعامة الناس، لا تخص إلا الذين آمنوا فقط، قولا واحدا. أخيرا أيها الإخوة الكرام، هل اتضحت لكم الفكرة؟ الله تعالى لا يمتحن الإنسان بالأركان، لأن الأركان لا وجود لها أصلا. هذا هو دين الله تعالى، وهذه هي عبادته أيها الإخوة الكرام. ولكن أهل الموروث نجحوا فعلا وجعلوا أكثر الناس يرون الأجر والأعمال الصالحة في الأركان. والسلام عليكم.